السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن الكبة الخاصة بشركة كنود، وهقول لكم كل التفاصيل الخاصة بيها، وهعمل لكم ماتشنج في آخر الفيديو عن كبة مينتا برضو، هقول لكم مميزاتها وعيوبها. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو. هو من بداية طبعا أنا أي حاجة بعملها أو أي ريفيو بعمله بيكون بناء على تجربتي الشخصية للحاجة دي، وبقول لكم رأيي فيها بكل أمانة. أنا مش مستفادة حاجة طبعا من الشركات سواء دي أو دي، وأنا بديكوا رأيي عشان انتوا تستفادوا لو حد ناوي إن هو يشتري يعني الكبة دي. أي حاجة أنا بعمل لكم عنها ريفيو ده بيكون يعني رأيي الشخصي فيها. وسواء الكبة دي أو الكبة دي أنا مش مستفادة طبعا منهم أي حاجة، أنا بنقل لكم خلاصة تجربتي. طبعا بتفرق جدا مع أي حد يكون بيشتري الحاجة دي، بيبقى عايز يشوف آراء الناس فيها، عيوبها ومميزاتها. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. هو بالنسبه للكبه كنود دي انا كنت جايباها من ستور عادي، كانت عامله 700 جنيه. طبعا هي غلت تقريبا دلوقتي، اكيد اغلى من كده. هي كانت تقريبا كنت جايباها في 2020 او 2000، تقريبا في 2020، يعني تقريبا كنت جايباها من سنتين. هي بالنسبه لي طبعا الضمان بتاعها بيبقى سنتين على العلبه، فانا الضمان خلص فرميت العلبه بصراحه، لاني ما عنديش مكان في بيتي يعني ان انا احط كراتين وان انا اجمع الكراتين دي كلها. فرميت الكرتونه. هي الكبه كنود عندي هي دي 500 واط، تمام. هي مكتوب عليها ان هي بتجرش التلج، لو انت يعني عندك تلج وعايزه تحطيها فيها فهي بتجرش التلج. هي طبعا فيها هنا لما بضغط عليها هنا بيبقى فيه سرعتين. بصراحه هي كويسه معايا، ما عنديش فيها اي مشكله. ده الظهر بتاع الموتور مكتوب عليه كلمه كنود، مكتوب عليه تايب اللي هو الموديل نفسه اللي هو سي اتش 58. احنا قلنا قبل كده ان شركة كنود هي شركة انجليزية، يعني هي المفروض ان هي ميدل ان انجلاند، بس هي بتكون هي شركة بتتصنع الحاجات بتاعتهم دي، بتتصنع في الصين، او الحاجات اللي بتنزل لنا مصر يعني دي بتتصنع في الصين. تمام. هو الجهاز بصراحة شكله حلو يعني، مفيش اي مشكلة فيه. 500 واط يعتبر كويس طبعا، مقارنة بالكبات التانية بتعتبر 500 واط تعتبر كويسة. أنا الكبة اللي هعملها لكم اللي هي مينتا في الماتشنج اللي هو في آخر الفيديو هي 400 واط، طبعا 500 كل ما طول ما بيبقى أعلى كل ما بيبقى أفضل، والموتور نفسه بيبقى أقوى. بالنسبة للدورق نفسه زي ما انتم شايفين هو شكله اصلا شيك جدا يعني. هما بيستخدموا فيه لون الجراي كده يعني عشان الاصفرار، يعني ان انت لما تيجي تستخدمي حاجة، هو لما بيكون ابيض شفاف بصراحة مع الاستخدام بيصفر. انا بستخدمها مش ما بستخدمهاش، بستخدمها بس زي ما انتم شايفين كده هي شكلها عاملة زي الجديدة. طبعا هي بقالها تقريبا سنة استخدام يعني، لان انا متجوزة بقالي حوالي سنة وشوية، فهي يعني معدية السنة للاستخدام، بس هي بصراحة كويسة جدا معايا. زي ما انتم شايفين كده هي مكوناتها الدورق نفسه حوالي نص لتر، هو نص لتر فعلا. هو يعني معمول الملي بتاعه نص لتر زي ما انتم شايفين اهو. تمام. وميزتها بس ان هو بيجي معاها قاعده كمان، القاعده دي ممكن تتشال طبعا وممكن تتركب. هي القاعده دي ميزتها ان هي لما بتيجي يحطها على حاجه فبتبقى ثابته يعني. بصوا كده اهي. تمام. بتبقى ثابته على السطح نفسه مش بتتزحلق. احنا عارفين لما بيبقى فيه مثلا مشغلين خلاط او كب او كده، وانتي بتضغطي تلاقي مثلا ايه الخلاط بيمشي. ف... فده طبعا بيثبت الحاجه على الرخامه او على الترابيزه اللي انتي بتعملي عليها الطحن او الضرب يعني. آه، بص الغطا اهو برضو. انا عاجبني قوي ان هم مستخدمين بصراحه الحاجات اللي هي الالوان اللي هي الجراي دي. دي السكينه بتاعتها مكونه من حاجتين، يعني من شفرتين، سوري. مكونه من شفرتين، الشفره دي والشفره دي، طبعا انا ماسكاها بحرص عشان هي عورتني قبل كده. فهي مكونه زي ما انتم شايفين من شفرتين. هي السكينه عندي بدات تصفر شويه لان انا بستخدم حاجات فيها الوان، بصراحه انا بستخدم يعني جزر، فالجزر يعني بطحن فيها جزر او ببشر فيها جزر. بفرم فيها جزر يعني. فهو الجزر هو اللي لونها شويه لانه طبعا بيسيب لون يعني، فانا بحاول على قد ما اقدر وانا بنضفها ان انا ابعد عن السكينه عشان ما تجرحنيش. هي السكينه بتاعتها حاميه جدا. تمام. يعني في ناس بتقول ان هي السكينه بتاعتها يعني اصفرت وكده، انا اصفرت معايا بسبب الحاجات اللي انت بتستخدميها. يعني انا لما كنت بطحن فيها بصل او توم او بعمل فيها ايس كريم او بعمل حاجات كتير ما كانتش بتصفر بصراحه. هي اصفرت معايا من بعد ما بدات استخدم الجزر، واكيد في مواد يعني ممكن ان انا ارجعها بيضه تاني، بس انا بصراحه بحاول ان انا يعني استخدامي يكون يعني دقيق معاها، عشان هي بصراحه يعني انا ساعات يعني ايه ما باخدش بالي وهي عورتني قبل كده. فبحاول ان انا اركز، وانتي طبعا لازم تركزي
تركزي وانت بتغسلي السكاكين. طبعا هي فيها سكينتين ودي حاجة مميزة عكس مينتا ما كانش فيها سكينتين. مينتا كان فيها يعني سكينتين، بس سكينتين منفصلين، كانت واحدة للملوخية وواحدة للاستخدام العادي او اللي هو الفرم العادي. لو انت عايزة الحاجة خشنة بتستخدمي سكينة واحدة، تمام. لو انت عايزة الحاجة بتبقى انعم بتستخدمي السكينتين. طبعا السكينة اللي تحت دي بتطحن الحاجة اللي هي القريبة من تحت، واللي فوق طبعا نفس الكلام. بصراحة دي هي حاجة هي كويسة ان فيها سكتين. وشفت كبات كمان فيها 3 سكاكين برضو، ان هي بتبقى اكبر من الدورق ده وفيها 3 سكاكين، ودي برضو حاجة كويسة. يعني كل ما السكاكين تبقى اكتر كل ما بيبقى يعني نسبة الطحن بتبقى اعلى، والضرب نفسه الدورق نفسه هو من جوه، تمام. هو بصراحة أنا حاسة إن هو شيك كده. وهم باعتين كمان معايا اللي هو زي المعلقة دي عشان هو ما يتجرحش. يعني لو انت بتفضي محتويات الحاجة من هنا ما بتستخدميش معلقة عشان ما تجرحيش الدورق. فدي معلقة سيليكون هما باعتينها طبعا معاه او داخله معاه، يعني عشان اللي هو يعني ايه تعملي بيها. ممكن لو انت بتستخدمي برضو حاجه تانية معاهم، يعني لو انت بتستخدمي ده للحلويات هاتي دورق تاني للبصل والثوم والحاجات اللي هي ليها روايح. انا بالنسبه لي بصراحه بستخدم حلويات وبستخدم الاتنين مع بعض، بس طبعا بنقعه يعني عشان ما يعملش ريحه في الحلويات. بصراحه انا بالنسبه لي الكبه دي كانت كويسه ومميزه وما عنديش فيها اي عيوب. ما واجهتش فيها اي عيوب خالص. يعني بطحن فيها اللحمه. لو انت هتطحني فيها لحمه حاولي بس ان انت وانت بتستخدمي اي كبه ما تحطيش فيها كميه كبيره. يعني هي مثلا الدورق بتاعها نص لتر، ما تحطيش نص كيلو لحمه فيها لان بيبقى ضغط على الموتور نفسه. فحاولي ان انت تستخدمي كميات قليله. هم كاتبين هنا التعليمات في الكتالوج بتاعهم. ده الكتالوج بتاعهم مكتوب عليه كنود اهو اس اتش 580، تمام. اللي هو التايب نفسه سي اتش 98 اللي هو النوع يعني، تمام. ده بيبقى موديلها هما بيكتبوه بكذا لغة، فارسي وعربي وفرنساوي وكل حاجة. طبعا اللغة العربية هي في ظهر الكتالوج هنا. هما كاتبين كل حاجة هنا في التفاصيل ان هو لو هتعملي لحمة استخدمي 150 جرام بس فيها. هي يعني مش مفرمة طبعا اساسية عشان هي صغيرة، فما تحاوليش ان انت تتكي عليها قوي في الحاجات اللي هي الهارد يعني، او اللي هي الحاجات اللي هي الناشفة التقيلة عشان تحافظي بس على الموتور بتاعها. طبعا استخدام السكين والتنظيف والحاجات دي معروفة ان انت ما ينفعش طبعا تكون هي في الكهرباء وشغالة وانت تشدي الموتور كده مرة واحدة. يعني مثلا الموتور لو موجود كده فما تشيلهوش كده مرة واحدة وهي شغالة. حاولي ان انت تستخدمي وتحافظي على حاجتك، تمام. هو ده كل الريفيو بالنسبه لي عن الكبه دي. بصراحه هي كانت كويسه معايا ومميزه، ما عنديش فيها اي مشكله. انصحكم بيها. واكتر ميزه انا بحبها بصراحه هي ان هي يعني ان الموتور بتاعها عالي، وان ان هم باعتين معاها معلقه. دي حاجه مهمه جدا، غير ان انت تستخدمي المعلقه اللي هي الستانلس ستيل. وكمان يعني فيها كمان اللون بتاعها بصراحة مميز قوي، ان هو ما يصفرش معاكي مع الوقت. وفيها كذا اوبشن يعني، تمام. طبعا ميرسي ليكو. وانا هعمل لكم دلوقتي ماتشنج على الفيديو بتاع مينتا. دي الكبة مينتا اللي انا كلمتكم عنها. الكبة مينتا طبعا هي 400 واط، ده الموتور بتاعها، تمام. بيجي معاها اللي هي السرعتين، يعني بتبقى سرعتين. السرعة الاولى اللي هي بتبقى ضعيفة شوية، ولما بتكل اكتر الجوه بتيجي معايا السرعة التانية. هي يعني هي يعتبر كويسة. مكتوب عليها هو من ورا 400 واط، ومكتوب الفولت 230 فولت. ميد ان ايجيبت، واللي هي اخده رخصه يعني اللي من مينتا الفرنساوي، اللي هي زي ما انا قلت لكم اللي هي شركه مينتا. هي شركه اصلا مونوليكس، كان هما الاثنين شركه واحده وانفصلوا، بقت مونوليكس الفرنساوي ومينتا المصري. هي نفس الحاجه يعني، بس بتتصنع هنا في مصر. ده الدرق بتاعها هو نص لتر، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. وبيجي معاها سكينتين. هي اهم حاجه في الكبه دي هي السكينه الخضراء اللي هي سكينه الملوخيه، ودي السكينه العاديه مشهوره جدا، ومن اول الحاجات اللي عملت سكينه للملوخيه. بدل ما تخرطي الملوخيه بالمخرطه العاديه فانت بتخرطيها بالكبه، وبصراحه بتطلع حلوه جدا، ولا بتطلع معصوره، ولا بتبقى فيها مجهود ولا اي حاجه. جو اللي هو المخرطه القديمه دي محدش اصلا بيستخدمها، كلنا دلوقتي بنستسهل بسبب ضغوطات الحياه اللي علينا، فبنبقى عايزين حاجه سهله. بصراحه مش هنقعد طول النهار في المطبخ
اهو. هي كويسه مش وحشه، بس مش احسن حاجه موجوده في السوق، فلو انت عايزه تجيبيها وسعرها مناسب ليكي فهاتيها. هي اللي بصراحه مينتا افضل حاجه فيها ان هي بتعمل حاجات كويسه والضمان بتاعها كويس. هي الضمان بتاعها بضمان شركه بوري او بضمان بوري. بوري هنا موجوده في اسكندريه، وموجوده في العناوين اهي، موجوده عليها العناوين بتاعتها في بورسعيد وفي القاهره وفي اسكندريه وفي الجيزه. هي كويسه. مكتوب برضو ان شروط الضمان عليها ان مكتوب لا يسري الضمان في حالة فقدان شهادة الضمان وفاتورة الشراء. لازم عشان تبقى الضمان لازم يكون معاكي فاتورة الشراء. يشمل الضمان جميع عيوب التصنيع ولمدة 2 سنين كاملين ابتداء من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان الأعطال الناجمة عن استعمال غير وارد في كتيب الإرشادات الاستخدام أو استخدام مفرط للجهاز أو عبث أو تغيير أو تلف ناجم عن صدمة أو سقوط أو كسر بالجسم الخارجي. بصوا عموما يعني اختصارا لكل التعليمات الموجودة دي، هو يعني عايزك تقري الضمان، يعني تقري الحاجات اللي هي هو فيها معاها جاية معاها كتيب هوريهولكوا اهو دلوقتي. هم عايزينك تقري الكتيب قبل ما تستخدمي، يعني ده الكتيب اللي هو كتيب الاستعمالات بتاعتها. بصراحة هو الحاجة عندنا قديمة شوية لان هو قديم جدا ومامتي بتستخدمه من زمان، فاللي هو كتيب الارشادات ده اقري واعرفي تفاصيله واعرفي انت هتستخدمي ازاي. وهي مش وحشة بصراحة، بس انا عن نفسي بفضل كنود يعني. تمام. انا لو بقارن يعني الكبه دي بكبه مينتا، فمينتا يعني يعني ايه اقل في الماتيريالز بامانه يعني. حتى الحاجات اللي هي الرسمه دي بتاعت كنود انا بمسحها عادي بحاجات مبلوله يعني وما بتتشالش. مينتا على عكس مينتا بصراحه حتى في الخلاط برضو الرسومات بتاعتها بتتشال. فكنود اعلى، يعني هي كنود مسمعه يعني بس هو كنود اعلى. وطبعا احنا عملنا الماتشنج الاتنين مع بعض، ويا ريت ان انا اكون فدتكم وبليز شير ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان نوصل ل1000 مشترك. وميرسي ليكم ولوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم.